انا بس عايزه اصور معاه حديث. قلت لهم عايز مصر نوقع عليها الكشف عمليه جراحيه وتركيب شبكه. قالوا لي ادي بالسالفه. دكتور اكتب لي شبكه. ادي شبكه فين؟ وكل القناه مدينه الانتاج الاعلامي ولما نزل باب الشعريه بس حد من الرجاله قلت له تليفونك. الامانه العامه عندنا صنف وسخ كلهم بزعامه ثروه يا دي اللي بيقولوه. خد بالك انا عنده في المكتب لكن بقول لك اهو بيقول ايه؟ كل حاجه وسخه. بيقولوا على بوسان ايد صفت قلت لهم كان استاذه وكلكم بوست ايده. طب ايه رايك بقى؟ اخس عليه. لا يا دكتور لا 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 قلت لهم كلكم بوست ايده. واول ما مشي جه الملك يحيى الملك اتخانقت معاهم امبارح لا رب السنه قالوا لي هو عامل لي ايه؟ قلت لهم راجل كويس ما عندوش مصلحه. عايز الضرب بالنار. ممكن حضرتك ثواني الخول هو واللي في مكتبه كل والله ما اعرف اساميهم من زمايلي والله كلهم شله وسخه جايبهم ما اعرفش منين وهجيب لك اساميهم واحد واحد بمشيئه الله ان شاء الله. بعد اذن حضرتك ممكن تقول لي كلمه بس حضرتك جاي هنا ليه عشان اعملها في جايين علشان مصر وبس. اشمعنى؟ علشان خاطر نحافظ على بلدنا وعلى هذا الوطن، لان هذا الوطن له درع وسيف وهي القوات المسلحه، فلا بد ان نحافظ على هذا الدرع وهذا السيف. له قوات شرطه تحفظ الامن وتقف ضد الفوضى الخلاقه، فلا بد ان نحافظ عليه. له رجال قضاء يحملون العدل الى الشعب، فلا بد ان نحافظ عليهم. هذه هي مسؤوليه الشعب قبل ان تكون مسؤوليه احد. بالنسبه للتحرير اللي في التحرير يمثلوا 5% ممثلين عن 5%. استطاعت اجهزه المخابرات الاجنبيه ان تلعب في عقولهم، واحنا بنقول ان هم ابناء مصر وواجب علينا ومسؤوليه علينا ان احنا نصحح المفاهيم الخاطئه اللي عندهم من اجل مصر. هي ايه المفاهيم الخاطئه اللي عندهم؟ ان هم لا يريدوا ان تكون الحياه وفقا للقانون ووفقا للشرعيه من خلال الانتخابات ومن خلال ان يكون هناك برلمان وتكون هناك دوله مؤسسات. طب حضرتك لما يكون في هنا مظاهره وهنا ده مش تقسيم؟ ما بيعملش فتنه؟ هو انت عايزه تساوي 5% ب 95%؟ يبقى احنا بنهزر بقى. لما نساوي 5% ب 95% يبقى احنا بنروج للماسونيه العالميه. بس ماسونيه ازاي حضرتك؟ ماسونيه ازاي؟ اقري وانت تعرفي. شكرا. تدي كل حاجه حلوه في البلد الماسونيه، هو ده تفسيرها حضرتك. مش عايزه استقرار، مش عايزه دعم للحاجات الحلوه، مش عايزه الشباب يعيش في امان، مش عايزه مصر مستقره، مش عايزه جيش، مش عايزه قضاه، مش عايزه اي حاجه.